ما هذا؟ إنه منديل، تأخذه ولا أحد يراني. حسنا، أخذته ولا أحد يراني. أين منديلي؟ هل رأيته يا منجس؟ ماذا؟ هل رأيت منديلي؟ منديلك؟ نعم. هل لونه أزرق؟ لونه أزرق. نعم. لا لم أخذه. هل أنت رأيتي؟ لا، لم أرى. منديل ورقي؟ نعم. لا، لم أرى. ولكن أين هو؟ لا ندري. هل هناك أحد ما قد أخذه؟ هل تظن أن هناك أحدا قد رآه؟ لا لا أحد قد رآه؟ لا أظن ذلك. لا أدري. لكنني أنا متيقنة أن هناك أحدا ما قد رآه. لا يمكن أن لا يراه أحد. هل تعرفون لماذا؟ لماذا؟ هذه تؤدينا إلى قصة مشوقة وجميلة. دعوني أحدثكم عنها. لماذا لا يمكن لأحد أن لا يراه؟ دائما هناك أحد يراك. دعونا نبدأ يا أصدقائي الأطفال في فقرتنا الجميلة، قصة براعم. هيا بنا لنحكي لكم لماذا لا يمكن لأحد أن يراك. عليك أن يروك أحدا ما. دعونا نكتشف لماذا وما السبب في فقرتنا القادمة. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في قرية تعيش فيها الأسر بسلام وأمان. كان هناك طفل صغير اسمه محمد، وكان يشتهر بذكائه الشديد بين أقرانه وفي قريته، وذاع صيته إلى القرى المجاورة بأنه شديد الذكاء، إلى درجة أن هناك شيخا أراد أن يختبر ذكاء محمد لما سمعه من ذكاء عنه. ذهب الشيخ إلى تلك القرية وأخذ معه 3 تلاميذ أذكياء من تلاميذه لكي يختبر محمد. وحينما ذهب يسأل عن محمد وجد شيخا ما سأله: هل تعرف أين أجد ذلك الولد الشاب الذي يسمى محمد ومشهور ومعروف عليه بشديد ذكائه وبذكائه الشديد؟ فقال له الشيخ: نعم، إنه في المسجد يصلي، سوف يخرج من المسجد بعد قليل. انتظره الشيخ لكي ينهي من صلاته ويأتي في طريقه، يوقفه ويتحدث معه ويختبره هل حقا هو شديد الذكاء كما قيل عنه، أم فقط هي مجرد إشاعات ولا صحة لها. قرر الشيخ أن ينتظر، وانتظر. ثم خرج محمد من المسجد فأخبره الشيخ: ها هو محمد الذي تبحث عنه. ذهب إلى الفتى وسأله: هل أنت محمد المشهور عليك شدة ذكائك؟ قال له: نعم، إنني أنا. مرحبا بك، ماذا تريد؟ فأخبره: هل أنهيت صلاتك أولا؟ قال له: نعم، الحمد لله، قد صليت. فأخبره: لدي لك اختبار صغير، خذ هذه التفاحة وكلها في مكان لا يراك فيه أحد. هذا سؤال بسيط وأمر بسيط، أليس كذلك؟ في المقابل أعطى لتلامذته 3 أيضا تفاحة وقال لهم نفس السؤال أو نفس الطلب: خذوا هذه التفاحة وكلوها بدون أن يراكم أحد، هذا هو الشرط الوحيد. ذهب ال4 وظل الشيخ ينتظر. بعد فترة من الزمن عاد الشبان ال3 تلامذته، وكلهم مبسوطين ومسرورين لأنهم قد طبقوا الشرط وتحققت المسابقة أو التحدي الذي كان عليهم فعله. أكلوا التفاحات ال3 بدون أن يراهم أحد. انتظر الشيخ محمد ليأتي، تأخر محمد ولم يأتي، فظل يفكر الشيخ: يا ترى ماذا حدث مع محمد؟ لماذا أخذ كل هذا الوقت معه؟ بعد فترة من الزمن القليل أتى محمد وفي يده التفاحة.
حار الجميع، لماذا محمد لم يأكل التفاحة التي هي في يده؟ فقال لا بأس. أولا سأل الشبان الثلاث أو تلامذته الثلاث وقال لهم: أين أكلتم تفاحاتكم؟ قال الفتى الأول: أنا قد أكلتها في غرفتي. قال الفتى الثاني: أنا قد ذهبت إلى الصحراء وأكلتها هناك حيث لم يرني أحد. قال الفتى الثالث: أنا قد ذهبت إلى الخزانة وأكلتها في الخزانة ولم يرني أحد كذلك. فقال لمحمد: يا محمد، ماذا دهاك؟ لماذا لم تستطع أن تأكل التفاحة الخاصة بك؟ انظر، الثلاثة قد أكلوها. صمت محمد قليلا ثم قال: لم أجد مكانا لا يراني فيه أحد لأستطيع أن آكله، فكل مكان ذهبت إليه كان الله يراني، فلم أستطع أن آكل تفاحتك التي أعطيتني إياها. فهنا صمت الشيخ وقال للولد: أحسنت، إنك فعلا ذكي وشديد الذكاء. وذهب الشيخ وهو سعيد لأنه تعرف على الشاب والفتى محمد. توتة توتة، خلصت الحدوتة. ما رأيكم؟ إنها جميلة. جميلة؟ نعم. أعجبتكم القصة؟ نعم. ماذا استفدت منها يا محمد؟ أننا لا نشيل أي شيء ولا نشيل أشياء الآخرين لأن الله يرانا. أحسنت. ماذا عنك يا منجوس؟ إنني حزين. إنني حزين قليلا. لماذا؟ لأنني أخذت منديل محمد. هل أنت اللي أخذت منديلي؟ نعم. ولكن لماذا؟ ظننت أن لا أحد سيراني. ولكن لا بأس، لو أنت قلت لي أنك أنت تريد من المنديل كنت سوف أعطيك. أنا آسف، ولكن ظننت أن لا أحد يراني. لكن الله يراك، أليس نعم كذلك؟ صحيح. صحيح، الله يرانا في أي مكان وزمان كنا فيه، لذلك علينا ألا نفعل شيئا يغضب الله عز وجل. صحيح، ونتبع ما أمرنا به الله، حيث أننا لا نأخذ أشياء الآخرين بدون إذنهم، أليس كذلك؟ نعم. لن تكرر ذلك يا منجوس؟ حسنا. حسنا. وسأعيد لك مناديلك. تفضل يا محمد. خذها. حسنا، بأنكم الآن سعيدون ومستمتعون، ما رأيكم أن تحكي لنا يا محمد قصة عن مثل هذه القصة التي تحدثنا عنها؟ حسنا. كان مكان في قديم الزمان كان هناك شخص صديقي. كنا يعني نلعب مع بعض، كنا أصدقاء جميلين. الحين قد مرة أنا كنت يعني خليت كورتي عشان أمي نادتي. الحين صاحبي استغل الفرصة وشال الكورة وراح. طيب أنا أول ما جيت ما لقيت الكورة حقتي. الحين سألت كل الناس، سألت أصحابي وسألت أمي وسألت كل أصحابي. بعدين صاحبي ما قال لي. الحين أول ما أنا سألت لصاحبي قال لي إنه هو ما يعرف، ما يدري وين الكورة. الحين فأنا مرة حزنت مرة يعني عشان الكورة كانت بفلوسي وأنا اجتهدت كثير عشان أجيبها. الحين أنا أول ما قلت لأمي طوالي يعني سألت أم صاحبي اللي شال الكورة، سألتهم لو عندهم كورة. الحين هي قالت إيوه عندنا كورة وابني هو اللي شاله. الحين أمي شوية كذا قالت يعني هل هو يعني قالت خلينا أتأكد لو هم شالوه. الحين سألتها تقدر تورينا الكورة لو سمحتي. الحين طبعا هي عشان أم صاحبي كانت صاحبة أمي فقالت لا عادي يعني ما في أي مشكلة وورتها. الحين وقتها كانت الكورة حقتي. الحين أنا مرة عصبت من صاحبي عشان هو شالها بدون ما يقول لي. الحين أول ما قلت لأمي إنه هذه هي كورتي، أمي قالت لأم الولد صاحبي إنه هذه الكورة إنه صاحبي شالها منه وجابها للبيت. بعدين أمه ما كانت أول شيء تصدق، بعدين جابت ابنها. بعدين قالت له أنت هذه كورة حقتك؟ قال لها إنه هذه إيوه حقتي. بعدين اعترف بأنها أخذها من بريس كذلك؟ إيوه. وكان يظن أنه لا أحد يراه. نعم.
ولكن الله يراه، أليس كذلك يا محمد؟ أحسنت. ولكن علينا دائما ألا نفعل الأشياء السيئة لأننا نخشى أن نكشف مثلا أو أن يرانا شخص ما، لأننا في الأصل يرانا الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نخاف من الله سبحانه وتعالى ولا نخاف العباد، أليس كذلك؟ نعم. صحيح. إذا يا أصدقائي، ما رأيكم أن نذهب إلى فقرة أخرى جميلة وجديدة ومميزة سنكتشف اكتشافا جميلا فيه؟ حسنا. ما رأيكم؟ حسنا. حسنا، هيا بنا إذن إلى بعد الفاصل، سوف نكتشف تجربة علمية معا. هيا بنا. مرحبا بكم أصدقائي الأطفال، عدنا إليكم بعد الفاصل في برنامجكم براعا. سوف نذهب ونكتشف تجربة علمية معا، فابقوا معنا. مرحبا بكم أصدقائي في تجربتنا لهذا اليوم. نحتاج إلى أشياء بسيطة موجودة عندك وأكيد في البيت، إلى 3 أكواب، إلى ملونين طعام حسنا، وأيضا إلى ماء ومنديل، وإلى شخص كبير يكون معكم خلال التجربة. اتفقنا؟ حسنا، سوف نأخذ المياه أولا. في البداية نضعها في هذا الكوب هكذا، نملئه أكثر قليلا، وهنا أيضا نفس الشيء. فماذا سوف نفعل؟ نأخذ ملون الطعام مثلا لون أحمر. انظر يا محمد، انظر كيف سوف نفعل. نضعه هنا، نخلط لأجل أن يكتسب اللون الأحمر. عملنا ضوضاء كثيرة، ليس كذلك يا محمد؟ نعم. لا بأس، هكذا صارت لدينا اللون الأحمر. سوف نذهب إلى اللون الأزرق، نفعل نفس الشيء في هذا الكوب. انظروا، هكذا عملنا معنا لونا أزرقا أيضا. علينا أن ننقل الملعقة، ولكن علينا أن نجففها لكي لا تختلط الألوان، أليس كذلك؟ نعم. وهكذا ماذا تتوقع يا محمد من خلال تجربتنا؟ سوف يتجمع الألوان مع بعض ويصير لون. سوف نرى، دعنا نرى. أصدقائنا يجربون. نحتاج إلى منديل 2. حسنا، ماذا سوف نفعل؟ نأخذ هذا المنديل، نحاول أن نجعله هكذا لأنه كوبنا صغير. نضعه واحدا هنا، الطرف الأول هنا في اللون الأحمر والطرف الثاني هنا، ودعونا نشاهد ماذا سوف يحدث. هل تشاهدون ماذا سوف يحدث؟ انظروا إلى المياه التي تتصاعد من المنديل الأحمر أو الكأس الأبيض إلى هنا، سوف تصل إلى الكوب أو الكأس الثاني. نفس الشيء نفعله مع اللون الأزرق، هكذا نضع هنا. سوف نرى ماذا سوف يحدث. علينا أن ننتظر قليلا، سوف ننتظر لنشاهد النتيجة. وها هي بعد انتظارنا للفترة. انظروا ماذا حدث. انتقل المياه من هذا الكأس عن طريق المنديل إلى الكأس الثاني، ونفس الشيء حصل مع المياه الزرقاء، انتقلت من هذا الكوب إلى الكوب الثاني. ولأنه لون الأزرق والأحمر نعرف إذا امتزجا كلونين أصبح لونه بنفسجي، وهذا ما نشاهده هنا في الكوب. اللون البنفسجي قد ظهر لأنه عبارة عن مزيج ما بين الأحمر والأزرق. وانظر كيف تنتقل المياه عن طريق الأنسجة الأخرى. مثل هذا النسيج يعتبر قطني قليلا، فننتقل من هنا إلى هنا عن طريق المياه. ماذا نستفيد يا محمد؟ أن المياه تنتقل بسرعة، أليس كذلك؟ نعم. هي فقط تتشكل على أو تنساب على طريقة الأشياء أو الأجسام التي هي موجودة لديها، أليس كذلك؟ نعم. تجربة جميلة، أليس كذلك؟
عرفنا ما هو اللون الذي يصبح بعد اندماج الأزرق والأحمر؟ نعم. هو اللون البنفسجي. ورأينا كيف تنتقل المياه عن طريق الأشياء التي هي الأجسام التي من حولها. انظر كيف دخلت في المنديل وانتقلت إلى الكوب الثاني. أليس كذلك؟ عجبتك التجربة؟ نعم. ماذا عنك يا منجوس؟ إنها جميلة جدا. جميلة جدا تجربتنا لهذا اليوم. نعم ستكررها؟ أكيد. ماذا عنكم أنتم أيضا يا أصدقائي؟ هل ستكررون هذه التجربة مرارا وتكرارا؟ كل مرة تأخذون لونا مختلف لتروا ماذا سوف يحدث مع الألوان؟ حسنا، أخبرونا في الرسائل. إذا أخبرونا في الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي لقناة السلام الفضائية. دعونا نذهب إلى التحدي، ما رأيكم؟ حسنا. هل أنتم تشوقون لمعرفة من سوف يفوز، منجوس أو محمد؟ من؟ منجوس. أنا أريد أن منجوس يفوز هذه المرة. تريد أن تتنازل عن الفوز لمنجوس؟ لأنه لم يفز لأي مرة. صار هذه المرة. وأنا لا أريد أن مشاهدينا الأعزاء أن يكرهون منجوس لأنه لا يفوز. أوه، هذه قوية يا منجوس. هذه قوية. سأفوز بجدارة ولا أنتظر منك شيئا. أحسنت يا منجوس. سفارة. لابد أن نتنافس بنزاهة. تنافس بنزاهة وأهم شيء. لا بأس، تنافس بنزاهة. حسنا يا محمد، دعونا نذهب إلى فقرة التحدي. هيا بنا. عدنا إلى الفقرة المهمة، حيث سوف نرى من سيفوز هذه المرة، محمد أم منجوس، وأيهم سيفوز بجدارة. ما رأيكم؟ من سوف يفوز يا أصدقائي الأطفال؟ أخبرونا، محمد أم منجوس؟ يلا اهتفوا جميعا، اهتفوا للشخص الذي سوف تدعمون في هذه الفقرة. حسنا، وأول سؤال سيقول، أول سؤال: ما هي الصلاة التي فرضها الله عز وجل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول صلاة. محمد؟ منجوس لا تعرف الإجابة. لا تعرف الإجابة يا منجوس؟ وتقول أنك سوف تفوز على محمد؟ إنني أفكر. بما أن محمد رفع يده أولا، تفضل يا محمد. هل هو الصلاة الظهر؟ أحسنت، برافو يا محمد. منجوس مثل ما يقولون شد حيلك يا منجوس. تمام؟ حسنا. انتبه، سوف يفوزكم محمد. لن أسمح له. سوف نرى. سوف نرى. السؤال الثاني سيحدد من سوف يفوز. السؤال الثاني يقول: ما هو الوقت الذي يصلى فيه صلاة الوتر؟ صلاة الوتر. أنا سأجاوب. دعونا نختار محمد أو منجوس هذه المرة. منجوس، تفضل يا منجوس. بعد صلاة العشاء. أحسنت، صحيح، برافو يا منجوس. إنها تعادل. 1-1، إنه تعادل. من سوف يفوز يا ترى؟ السؤال الذي يقول، الذي سوف يحدد الفائز من، ألا وهو: ما هي الصلاة التي ليس لها صلاة نوافل؟ يا ترى؟ محمد سوف يفوز هذه المرة أيضا يا منجوس. إنني أفكر. ما هي الصلاة التي ليس لها صلاة نوافل؟ هل عرفتم؟ حسنا يا محمد، تفضل. هل هي صلاة العصر؟ برافو يا محمد، أحسن. لقد فاز محمد مجددا. نعم لقد فاز. وقد خسرت مجددا يا منجوس. سأحاول في المرات القادمة. أحسنت، برافو، هذا ما يعجبني فيك يا منجوس، الروح الرياضية التي فيك، ودائما تحاول أن تفوز في المرات القادمة. أحسنت. إذا ماذا عنكم يا أصدقائي؟ هل عرفتم الإجابات الصحيحة كلها مثل ما عرفها محمد أم لا؟ أخبرونا. إلى اللقاء في المرة القادمة. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مع الأسف. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.